حين يدخل القلب بما لا يقال، وحين تتزاحم الذنوب في الذاكرة، ويشعر الإنسان أنه ابتعد ولو خطوة، يظل باب الله مفتوحا لا يغلق، ينادينا برحمة لا تنفد، ويقول لنا: عودوا فإني أغفر الذنوب جميعا. في هذا الوقت المبارك، في شهر رجب، شهر التوبة والرجوع وتهيئة القلوب، نقف بين يدي الله بقلوب منكسرة، لا نحمل أعذارا ولا نجيد سوى الاعتراف. وهنا نلجأ إلى أعظم دعاء للاستغفار، الدعاء الذي علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الاستغفار. كلمات قليلة لكنها تحمل صدق العبودية، وتفتح أبواب المغفرة على مصراعيها. فنقول بقلوب خاشعة ويقين: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما كان سرا وما كان علنا، ما تقدم منها وما تأخر. اللهم تقبل توبتنا في هذا الشهر الكريم، وطهر قلوبنا، وأنر دروبنا، واجعل هذا الاستغفار بداية قرب لا انقطاع بعده. اللهم لا تخرجنا من هذا الدعاء إلا وقد غفرت لنا، واطمأنت قلوبنا، وكتب لنا رحمة وسكينة نلقاك بها وأنت راض عنا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.